اغلبنا اول ما يسمع ايه واستاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، اول حاجه بتيجي في باله ان احنا نقول الحمد لله، او الحمد لله والشكر ليك يا رب، يا رب لك الحمد. اي نوع من انواع ان احنا نقول كلمه الحمد او الشكر ليك يا رب. ولكن الشكر كده او الحمد مش كامل، مجرد اني اقول بس كده الحمد لله باللسان هو مش كامل. الثناء او اني اقول الحمد لله على النعمه ما هو الا ركن من اركان الشكر الثلاثه، او ضلع من الثلاث اضلاع بتوع مثلث الشكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إن شكرتم لأزيدنكم. طب إزاي يا رب يكون الشكر اللي يجي بعديه الزيادة؟ إزاي أشكر يا رب؟ قال لك إن الشكر له ثلاث أركان، أو أنا بشبهه بالمثلث اللي له ثلاث أضلاع. أول ضلع الاعتراف أو النسب، إني أنسب النعمة لربنا وأعترف إن يا رب النعمة اللي أنت رزقتني بيها دي هي منك أنت. والله أمسك القلم ده يا رب أنت اللي رزقتني القلم ده، منك أنت وحدك، لا حول ليا ولا قوة في إن القلم ده يكون ملك ليا. والله الورقة دي يا رب الحمد لله يا رب ان الورقه دي انت اللي رزقتني بيه ومنك انت وحدك وبس. انا مجرد ان هي وصلت لي كده فهو الرزق منك انت، وان هي توصل لي لحد عندي هنا كده تبقى ملك لي انا، فيا رب ده رزق منك انت. كذلك برضو المطر لما السحابه تتكون كده وتكثف فيها البخار يطلع من الارض ويتكثف وينزل لنا على طول الميه، ما نقولش ان الكلام ده حصل كده بسبب ان احنا، لا، كل حاجه من ربنا. يا رب اللهم لك الحمد يا رب، انت الوحيد يا رب اللي بعت لنا المطر ده. وما بكم من نعمه فمن الله وان تعدوا نعمه الله، نعمه الله هي نعمه ربنا رزقنا النعمه دي، هي دي نعمتك يا رب. وما بكم من نعمه فمن الله. اسناد الامر لصاحبه، يبقى كده اول حاجه واول ضلع من مثلث الشكر هو اسناد الامر لصاحب الامر. مين صاحب الامر؟ هو ربنا. اما بقى الضلع الثاني في مثلث الشكر او الركن الثاني الثناء، اللي هو قول الحمد لله كده، نقعد نقول الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله يا رب على دي، الحمد لله يا رب على دي، الحمد لله يا رب على دي. الضلع الثالث بقى اللي يعني قد يغفل مننا الجميع عن الضلع الثالث، الاستعمال، انك تستعمل نعمه ربنا في اللي يرضي ربنا. ربنا رزقني بالقلم ده، القلم ده انا هكتب بيه. والله انا ربنا رزقني بالصحه، الصحه دي هستخدمها في ايه؟ ربنا رزقني بالبصر، البصر ده هستخدمه في ايه؟ هشوف بيه ايه؟ ربنا انعم عليا بوظيفه ومرتب، المرتب ده هستعمله ازاي؟ هصرفه في ايه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر. يعني شوف البلاء او الاختبار او الامتحان مش بس الابتلاء ان واحد يكون مبتلي. طب انت دلوقتي مبتلى، انت هل هتصبر في اختبار دلوقتي؟ هتصبر ولا مش تصبر في الابتلاء ده؟ الابتلاء كمان في النعم. الامتحان بقى هنا يعني قد يكون من اصعب الامتحانات واسهلهم في نفس الوقت. ربنا رزقني بفلوس كتيره، هستعملها في ايه؟ ربنا رزقني بعربيه، هستعملها في ايه؟ ربنا انعم عليا بموبايل، هستخدمه في ايه؟ وهشوف بيه ايه؟ وهعمل فيه ايه؟ وهفضل اتفرج على ايه؟ يبقى نقول سريعا كده ان الشكر هو مثلث له ثلاث اضلاع. اول ضلع فيهم الاعتراف، ان احنا نعترف بنعمه ربنا علينا. تاني ضلع الا وهو الثناء، ان احنا نقول الحمد لله. ثالث ضلع الا وهو الاستعمال، ازاي هنشكر ربنا بالنعمه اللي اداها لنا دي؟ هستخدمه في اللي يرضي ربنا ولا لا؟ بس كده، دمتم في رعاية الله.